نروح لخبر آخر عاجل أو يعني حدث منذ قليل. كان في اشتباكات في قنا تحديدا في فراشوط، وأهالي فراشوط فضوا مظاهرة للإخوان، ويبدو أنه حصل اشتباكات. نعرف تفاصيل أكتر من أستاذ أسامة الهواري مدير مكتب الأهرام في قنا. مساء الخير أستاذ أسامة. مساء الخير مدام منى. أسألك عن المسيرات أولا، وكيف تم فض هذه المسيرات، وهل حصل اشتباكات مع بين الأهالي وبين اللي كانوا في المسيرة؟ يعني بالفعل كما ذكرت حضرتك منذ دقائق انتهت مسيرة كانت منظمة للعشرات من جماعة الإخوان المسلمين وطلاب المدارس التجارية أمام مدرسة التجارة بفرشوط تحديدا. خرج مجموعة من الأهالي، طبعا كانوا يرفعون شعارات رابعة ويتحدثون يرددون هتافات مناوئة للجيش وللشرطة. الأهالي خرجوا أمام الديوان لعائلة هناك تسمى عائلة الهمامية، وتجمع معهم أيضا عائلات أخرى من قبيلة القليعات. من المعروف أن محافظة زي قنا فيها مثلث قبلي وتحكمها قبائل. خرجت أفراد من القبائل وقامت بالاشتباك مع المتظاهرين. بحسب المعلومات المتوفرة الآن أن هناك 6 مصابين من أفراد جماعة الإخوان المسلمين،